المنصور قال لهم حرقوا بيته جعفر الصادق، حرقوا بيته، أريده يحترق بالبيت، ونقول حادث، حرقوه هو ونسوانه وأطفاله وخلصوني منه، وحرقوا بيت الإمام. والرواية تقول في الكافي: رؤي الإمام الصادق يطفئ النار بأقدامه وهو يقول: أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم الخليل. هيك يقول. عود ليش أنا ابن إبراهيم؟ يريد يقول لهم هاي مو أول نار وجيتوها إنه، النار الأولى جدي إبراهيم ارتوا تحرقوه الله نجاه، النار الثانية باب أمي فاطمة حرقتوه، النار الثالثة خيام عمتي زينب، وهاي النار الرابعة. أنتم متعودين تحرقون بيوتنا وخيامنا، أنا ابن إبراهيم ارتوا تحرقوه. وطفى النار. المصيبة الشيعة يشوفون إمامهم ما يقدرون يساعدوه، هو هم يقبل، لأنه راح يعرفوهم ذول الشيعة ويصفوهم، هو هم يقبل. يعني تعرفون عليهم ذول الشيعة، قالوا ابتعدوا، أنا طفي النار. وطفى النار وحده، وهو رجل كبير بالسن، عمره فوق 60 سنة بشيبته. جعفر الصادق مظلوم، كون نبكي عليه دم. هذا ما كفاهم سموه، ما كفاهم هدموا قبره. حقد 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 متراكم، نفوس متخمة بالحقد والبغضاء. المهم بس جعفر الصادق يبقى جعفر الصادق.